ازيكم عاملين ايه؟ مطبخ سوسو عطية بيرحب بيكم وبيقول لكم يا ريت تشوفوا الفيديو ده للاخر وتقولوا رأيكم فيه بكومنت كده ظريف ويا ريت يا ريت لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة واشكركم جدا. النهاردة الفيديو بسيط وسهل جدا. احنا بنسلق لحمة، مفيش ابسط من كده. احنا بس الاهم من في الموضوع كله ان احنا بنختار قطعة لحمة تكون طرية. طبعا بنجيب لحمة شمبري صغيرة في السن شوية، وبنقطع نقول للجزار هات لنا من العكوة ومن الموزة. ومش اي موزة، لان في 3 انواع من الموزة. في موزة تقريبا امامية وموزة خلفية وموزة فرخة. الموزة الفرخة دي هي اطرى حتة في الموز كلها. وطبعا العكوة، والراجل يقطعها لك تقطيعة محترمة كده، وتشوحيها بشوية فلفل وشوية جوز الطيب، وتحطي معاها فصين 3 توم للشوربة، بتدي طعم حلو جدا، ورشة جوز الطيب زي ما انا بقولك كده. وبعد كده بتزوديها مية وبصلاية وطماطماية. بس انا ما حطيتش لا حبهان ولا حطيت ورق لوري ولا اي حاجة. بعد كده بتفتحي عليها بتلاقيها خلاص دخلت في التسوية، بتزودي لها الملح بتاعها، وبتسيبيها كمان كام غلوة كده لحد ما تتأكدي ان اللحمة استوت معاكي. وعلى فكرة هي ما خدتش معانا وقت خالص، لان فعلا اللحمة كانت شمبري وصغيرة وطرية وحلوة جدا. حتى اما استوت ما خستش معانا في التسوية. عايزة اقولك شوفي شكل الشوربة عامل ازاي، رائع جدا وطعمها يجنن. عايزة تعملي بقى فتة للعيد اعملي، عايزة تعملي ملوخية، عايزة تعملي اي حاجة بيها زي ما انت عايزة. استوت عندنا اللحمة، وطبعا جبنا الزبدة والزيت. انا بحب احمر الحقيقة بزبدة نيوزيلندي، بتبقى طعمها حلو جدا مع اللحمة في التحمير. وبحط معاه شوية زيت وبخلي لونها ذهبي جميل كده. وحمرنا كل اللحمة عندنا، وزي ما انتم شايفين النتيجة حلوة جدا جدا. الف هنا وشفا. وادي طبق اللحمة بعد ما خلصناه، ايه رأيكم فيه؟ كل سنة وانتم طيبين. وطبعا بقول لكم لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة، واشكركم جدا جدا. مطبخ سوسو عطية بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين.